أسعدتم مساء وأوقاتا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة والتي بعنوان الكرد والإسلام. اخترت أن تكون الحلقة باللغة العربية لأن الكثير من المسلمين يجيدون اللغة العربية ويفهمونها، لذلك أستضيف في هذه الحلقة الدكتور مرشد معشوق الخزنوي، دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله. فمرحبا بك دكتور مرشد. شكرا، بارك الله فيك أخ علي، جزاك الله خير على هذه الاستضافة الطيبة، وتحية مسائية رمضانية لك ولمستمعيك ومشاهديك. أسأل الله عز وجل لك ولنا ولجميع مستمعينا والمشاهدين وأصدقائنا وأحبابنا أن يكونوا جميعا بخير وعافية وسلامة، وأكرر الشكر أيضا لك على هذه الاستضافة. أتمنى من الله عز وجل أن يكون فيها فائدة نستفيد منها إن شاء الله، تجيب على بعض التساؤلات. جزاك الله خيرا ومرحبا بك. بإذن الله سلافوريز دكتور. أبدأ بأسئلتي. السؤال الأول: الكرد في غالبيتهم مسلمون ومحكومون من المسلمين أو محكومين من المسلمين في سوريا، تركيا، عراق، إيران، فهل هناك نص شرعي سواء في القرآن أو في الحديث النبوي الشريف يمنع على الكردي المطالبة بدولة يكون فيها سيد نفسه، علما أن الأنظمة الغاصبة لكردستان لا تطبق الشريعة الإسلامية؟ جزاك الله خير. يعني أنت في آخر سؤالك أو في الطرف الأخير أو الشق الأخير من سؤالك أجبت على نقطة في بدايتها، أن الذين يظلمون أو يحتلون أو يعتدون على الكرد هم المسلمون أو دول إسلامية. ومصطلح دول إسلامية هو مصطلح سياسيا غير صحيح يعني وغير دقيق، ولأن هذه الدول لا تحكم بالإسلام، هم يحكم شعوبها تعتنق الغالبية، تعتنق الديانة الإسلامية، لكن هذه الدول كلها ليست دول إسلامية لا بالمصطلح الشرعي ولا بالمصطلح السياسي. فعلى سبيل المثال كردستاننا اليوم مقسمة بين 4 أجزاء، هي تركيا والعراق وسوريا وإيران. هذه الأنظمة ال4 باستثناء إيران إذا أجاز التعبير على اعتبار أنه عندهم فكرة دينية، لكن ال3 الأخرى لا يدعون أنهم دول إسلامية، ولا قانونهم يعتبر أن دولهم دول إسلامية، ولا الشرعية الدولية يعني تعترف بهذا الشيء، فهي دول علمانية. هم من خلفيات إسلامية أو ينتسبون إلى شعب غالبيته مسلم، هذا صحيح لا ينكر، لكن الدولة بنظامها بسيستمها بقيامها هي ليست دول إسلامية، ولا الفكر الإسلامي السياسي يقبل هذا الأمر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أخي علي، لا يوجد، جوابا سريعا على سؤالك، لا يوجد نص قرآني ولا نص نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الكرد من أن يتمتعوا بحقوقهم التي امتنها الله عليهم. هذا لا يوجد. وأكثر من ذلك، ليس القضية إلها علاقة بالكرد، لا كردي ولا غير كردي، لا يوجد عندنا نص يمنع على غير العرب أن يكون لهم دولة، وأن يكون لهم كيان، وأن يكون لهم سيستم يعيشون تحت ظل هذا القانون أو تحت ظل هذا الدولة. لا يوجد هكذا شيء. ونظرة سريعة على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد على يمين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر العربيان القرشيان، ستجد بجانبه عليه الصلاة والسلام على الجانب الأيسر ستجد بلال الحبشي، وستجد سلمان الفارسي، وستجد صهيب الرومي، وستجد جافان الكردي. بعد 1400 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا زال الإسلام
والمسلمون يعرفون أن بلالا حبشيا، وأن صهيب رومي، وأن سلمان فارسي، وأن جافان كردي، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بانتسابهم إلى قومياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط عليهم أن يتخلوا عن قومياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه ولا قول، لا صحيح ولا ضعيف ولا نصف قول، أنه قال لبلال: يا بلال إن إسلامك ناقص إلا بعد أن تتخلى عن حبشيتك. لا يوجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا صهيب إن إسلامك ناقص، فيه خلل، أنت لست كامل الإيمان حتى تتخلى عن روميتك. فلا يوجد هكذا نصوص، بل على العكس، النبي عليه الصلاة والسلام والمجتمع المسلم احترم خصوصياتهم واحترم انتسابهم إلى قومياتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا افتخر بقوميته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر ويعبر دائما عن حبه لوطنه. فحب الوطن والانتساب إلى القومية ليس شيئا يقف الإسلام ضده. النبي عليه الصلاة والسلام معروف عنه مقولته الشهيرة التي قالها وهو يخرج من مكة: يعلم الله أنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. هذا تعبير عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حبه لبلده، عن حبه لموطنه، عن حبه لمكان ولادته وصباه وشبابه. النبي عليه الصلاة والسلام يوم انتقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلى عن حبه عن وطنه. ويوم خرج من مسجده ذات يوم كما في الحديث الصحيح، وجد صحابيا يغني على مكة، ويغني على أشواقه وعلى حبه لمكة، ويغني عن حنينه لمكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي، واسمه أصيل الغفاري، النبي عليه الصلاة والسلام يمر بجانبه يقول له: يا أصيل دع القلوب تقر، أي أن حبنا لمكة وشوقنا لمكة وحنيننا إلى مكة في ازدياد، فلا تغني هذه الأغنيات فتقلب علينا المواجع. فهذا دليل واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب بلده، وكان يحب وطنه، وكان يفتخر بانتسابه إلى بلده. أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بانتسابه إلى بني هاشم وإلى القرشيين، كما هو وارد في الحديث الصحيح في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب مات على الشرك، وعبد المطلب مات على الكفر. لو كان الانتساب للعائلة، الانتساب للقوم، الانتساب للعشيرة، الانتساب للقومية لو كان ممنوعا، لو كان حراما، لو كان جريمة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بانتسابه إلى جده المشرك الكافر الغير مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذه الأمور الإنسانية باعتبارها سنن الله في الكون. هكذا خلقنا الله. أنا كردي ليس بإرادتي، والآخر عربي ليس بإرادته، والثالث تركي ليس بإرادته، إنما هي هبة وهدية من الله عز وجل. الله هو الذي اختار أن أكون كرديا، الله عز وجل هو الذي اختارك أن تكون كرديا، واختار فلان أن يكون عربيا. حاشا لله، الله عز وجل لم يستشر عباده. لو أن الله عز وجل يستشير عباده يقول لي: يا مرشد سوف أخلقك في الدنيا، ماذا تريد أن تكون؟ من أي قومية تريد أن تكون؟ لربما لا أختار الكرد، لربما أختار أنظر في الدنيا أجد أي قومية عندها دولة، عندها باسبورت وجواز سفر قوي، وعندها إمكانيات مادية خلاقة ومبهرة، لربما أختار يا رسول الله، يا ربي اجعلني من ذلك القوم. لكن حاشا لله، الله عز وجل لم يستشر عباده، وبالتالي هو خلقني كرديا لأنه هذا إرادة الله عز وجل. واختلاف الناس في قومياتهم، في ألسنتهم،
هي آية وسنة ومعجزة من معجزات الله عز وجل، وإرادة من إرادة الله عز وجل، والقرآن ثبت هذا الأمر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس، مسلم، غير مسلم، يزيدي، زردشتي، مسيحي، يهودي، ملحد، بلا دين، يؤمن بإله، لا يؤمن بإله، هو داخل بين الناس. الناس المعروفة في لغة العرب أنها الجنس. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء. فأنا وأنت والآخر مهما بعدت بيننا المسافات، ومهما اختلفت قومياتنا، ومهما اختلفت لغاتنا، ومهما اختلفت ألواننا، فهو أخ لي في النهاية، ابن آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا، قوميات مختلفة، كردي، عربي، فارسي، تركي، ألماني، نرويجي، اسكندنافي، وقبائل ضمن القومية الواحدة. الله عز وجل جعلنا متعددي القبائل والعشائر. لماذا خلقت هذا التنوع يا الله؟ لكي تقتلوا بعضكم، لكي تنهبوا بعضكم، لكي تدوسوا على رقاب بعضكم، لكي تنهوا بعضكم، لكي تحرموا بعضكم. هذا كله غير صحيح. بل الله عز وجل قال: لتعارفوا. التعارف عملية إنسانية بشرية، حتى أعرفك بنفسي وحتى أنت تعرفني بنفسك. المفترض أن أظهر أفضل ما لدي من أخلاقيات حتى تحبني. فلا يوجد، أخ علي، جوابا على سؤالك، لا يوجد لا نص قرآني ولا نص نبوي، لا عن الله عز وجل ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الإسلام يمنع عن الكرد أن يكون لهم كيان، وأن على الكرد أن يكونوا دائما تحت حكم الآخرين. لا يوجد هكذا نص. الكردي له كامل الحقوق الإنسانية والدينية، سعره بسعر أخيه العربي وأخيه التركي وأخيه الفارسي، وعدد ما تريد ما تشاء من القوميات والأجناس. لك جزيل الشكر. السؤال الثاني يتعلق باللغة. القرآن الكريم نزل على صدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، فهل هذا يعطي المبرر للكردي المتدين، أخص الذكر الكردي المتدين، بإهمال لغته كون القرآن بالعربية؟ حبذا لو تدعم جوابك بنص قرآني أو حديث نبوي، وأنت ذكرت الآية الكريمة قبل قليل. آية أخرى أيضا، آية أخرى الله عز وجل يقول: ومن آياته، من آيات الله عز وجل، ليست برغبتي ولا برغبتك، ليست بإرادتي ولا بإرادتك، بل هي من إرادة الله عز وجل. ومن آياته أي من آيات الله عز وجل خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف اللغات هي آية وسنة من سنن الله عز وجل. لو أن الله كان يريد أن يجعلنا كلنا عربا، كان لا يحتاج من الله إلا كلمة كن فيكون، وأقل من أجزاء من الثانية كلنا نكون عربا. لو أن الله عز وجل أراد للكون أن يكون كله كرديا، كن فيكون فيكون كرديا. لكن الله عز وجل من آياته ومن حكمته أنه أراد هذا الاختلاف بين البشر في ألوانهم وفي لغاتهم. أنا اللغة لم أختارها، إنما هي رغبة وإرادة من الله عز وجل، وهي هبة من الله عز وجل. المؤمن المسلم الذي يدعي أنه يحب الله ورسوله، الذي يقول أن قلبي ممتلئ بحب الله عز وجل، لابد أن يحافظ على هدية الله. اللغة الأم، أنا لغتي الأم اللغة الكردية، لغتك اللغة العربية، الآخر لغته ألمانية. من حبنا لله عز وجل أن نحافظ على هدية الله فينا، ومن هدايا الله عز وجل فينا لغاتنا. هذه اللغة
هي هدية من الله عز وجل. وأنا أضرب دائما بمثال أخ علي، أنا وأنت الآن بشر أصدقاء، أهديك قلما، ادعينا إذا مرة التقينا نهديك قلم إن شاء الله حتى يكون المثال واقعا. أتشرف. لو أهديتك قلما، في عرفنا البشري، في عرفنا الإنساني، احتفاظك بقلمي لديك دليل على مكانتي في قلبك. صحيح. لربما تذهب إلى مكان آخر تحتاج إلى قلم تكتب فيه، صديقك يقول لك أخ علي والله القلم حلو أعطيني إياه، تقول له والله ما ينغلى عليك بس هدية. لولا أنها هدية من شخص عزيز عليك ما كان يغلى عليك، كنت أعطيتك إياه. فأنا كبشر عندما أزورك مرات وتكرارا وأجد قلمي لديك، أنت لازلت محافظ على قلمي، فهذا يدل لي على مكانتي في قلبك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أعطاك اللغة الكردية، الله عز وجل أعطاك اللغة الألمانية، أعطاك اللغة العربية، أعطاك اللغة الفارسية، كل حسب قوميته، هدايا من الله عز وجل. من حبك لله عز وجل لابد أن تحافظ على هذه اللغة. فاللغة الكردية هي لغة من الله عز وجل، هدية من الله عز وجل. نحن المعنيين به كلغة كردية الله عز وجل أعطانا هذه اللغة، علينا أن نحافظ عليها. ولا يبرر لك أنت كمسلم قرآنك منزل باللغة العربية، لا يبرر لك أبدا إهمال لغتك الكردية. صحيح القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ونزول القرآن الكريم باللغة العربية لا يدل على قدسية اللغة، يعني لا يوجد عندنا لغات مقدسة، والله عندي اللغة العربية أقدس من كل اللغات، السبب لأن القرآن نزل به. هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام غير دقيق، علميا غير صحيح، دينيا غير صحيح. فلا يوجد عندنا لغات مقدسة فوق لغة أخرى. نحن عندنا أماكن، القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن عندنا أماكن في الأرض مقدسة على أماكن أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هناك أياما أفضل من أيام، عندنا ليالي أفضل من ليالي، عندنا أشهر أفضل من أشهر، عندنا بشر أفضل من بشر، لكن لا يوجد عندنا لغة أفضل من لغة. ونزول القرآن باللغة العربية ليس لقدسية اللغة العربية، وإنما لضرورة مكانية جغرافية. فالله عز وجل عنده سنة في الكون، الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لو أن محمد ابن عبد الله كان ألمانيا لكان القرآن باللغة الألمانية، لو كان محمد ابن عبد الله تركيا لكان القرآن باللغة التركية، حتى يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرح القرآن وكلام الله عز وجل للذين من حوله. فنزول القرآن باللغة العربية لأن محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم العربية، ولأن الناس الذين سيخاطبهم مباشرة محمد في مكة والمدينة هم عرب، وبالتالي نزول القرآن باللغة العربية لا يدل على قدسيته. والذين يقولون أن القرآن أن اللغة العربية مقدسة لأنها لغة القرآن، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون في الإنجيل الذي كتب بلغة أخرى وهو أيضا كلام الله عز وجل؟ لابد أن يقر بقدسية تلك اللغة. وماذا سيقول في التوراة الذي كتب بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ أكثر من ذلك، إذا كان الله أنزل القرآن باللغة العربية، الله كتب التوراة بلغة غير العربية. يعني إذا الله سبحانه وتعالى بلغ القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل باللغة العربية، فالله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى كتابة بلغة غير اللغة العربية،
وهو أيضا كلام الله عز وجل. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وكتبنا له، أي لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله عز وجل أنزل التوراة أيضا بلغة. فإذا الذي يقول بقدسية اللغة العربية لأن القرآن نزل به ضرورة لابد أن يعترف بقدسية اللغات التي نزل بها الكتب السابقة. أمر آخر الذي ينادي أن اللغة العربية لغة مقدسة لأنها لغة القرآن، وبالتالي يجب أن تكون أغاني هيفاء وهبي ونانسي عجرم أيضا مقدسة لأنها كتبت بلغة القرآن، وأعتقد لا يقول به عاقل. بالضبط. بالضبط دكتور. طبعا هل أنهيت الجواب؟ نعم تفضل. لأن السؤال الثالث أيضا مرتبط بهذا الشيء، اخترت فقط 3 أسئلة. السؤال الأول كان متعلق بالدولة ومطالبة الكرد بدولة، السؤال الثاني كان متعلق باللغة الكردية. بالمناسبة أنا نسيت ربما أثناء الحديث أخ علي، تفضل. أنا لي كتاب منشور يعني منذ 3 سنوات 4 سنوات أيام الريفراندوم يعني في شمال كردستان، يعني في إقليم كردستان. أنا لي كتاب منشور اسمه كردستان وحق تقرير المصير، نظرة فقهية، منشور. والكتاب أيضا راجعه أخي وصديقي إبراهيم اليوسف، ورسم اللوحة الغلافية أخونا معصوم خلف. يعني الكتاب أيضا موجود. أنا تحدثت في هذه القضية بنظرة فقهية من خلال أقوال الفقهاء يعني، فهذا الكتاب أيضا موجود. نعم تفضل. أتمنى أن يصل إلى أكبر عدد من الناس هذا الكتاب. وطبعا أنت قلت بأن اللغة هدية من الله، وعلى كل شخص أن يحافظ على هذه الهدية، بالأخص الكرد. السؤال الثالث دكتور يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون معانيه وتفهمونها وتعملون بهديه. والسؤال: ما مدى صحة الحديث التالي: أحب العرب لثلاث نعم، لأني عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، ليس حديثا لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع، ليس مرشد الكردي يقول هذا الكلام، أجمع علماء الحديث على عدم صحة هذا الحديث ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لا يصح، جميل، ولا يجوز روايته على أنه حديث. طيب، لأن هنالك ليس كلامي، راجعوا خلفي، راجعوا ورائي علماء الحديث المتخصصين بالحديث، حتى لا تقول مرشد كردي ويدافع عن قوميته ومن مصلحته أن يقول أن هذا حديث غير صحيح. لا، حاشا لله. لكن راجعوا، وأجمع العلماء على أن هذا حديث لا يصح نسبته إلى رسول الله الذي يردده العامة: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. طبعا أخي علي، هذا الحديث فيه ما نحن نقر به. طبعا لا يصح نسبته إلى رسول الله مطلقا 100%، لكن إنسانيا، أخلاقيا، بشريا، هذا الحديث فيه شيء نحن نعترف به وشيء لا يصح. أما موضوع أن كلام أهل الجنة بالعربية فهذا كلام لا يجوز، ولم يثبت أن بأي حديث أو آية قرآنية الله أو النبي عليه الصلاة والسلام يحدد لنا بأن أهل الجنة بأي لغة يتكلمون. فهذا ضرب من الخيال، وهذا من أمور الغيب، ولا يجوز الحديث في الغيب إلا بآية قرآنية أو بحديث صحيح ثابت إلى رسول الله. فبالتالي لا يوجد عندنا حديث يتحدث ما هي لغة أهل الجنة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، قضية أحب العرب لأني عربي، هذا كلام نحن بشريا نقبله. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو من العرب المستعربة، يعني أصله ليس عربيا بالمناسبة، لكنه عاش مع العرب
وبالتالي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نحب العرب أيضا، هذا أمر طبيعي جدا. شاعر مجنون ليلى كان يقول: أمر على الجدار وذا الجدار، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى كان يذهب إلى المكان الذي كانت تعيش فيه ليلى، وهو يقبل الحيطان، وهو يقبل الجدران، ويقبل الإسمنت واللبن، يعني اللي نسميها باللغة الكردية كالبيتش، يعني كالبيتش ماجدكرن. ولكن كان يقول: وما حب الديار شغفن قلبي، أنا قبولاتي ليس للجدار يعني، وإنما لمن سكن الجدار. فحبنا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام شيء طبيعي أن يدفعنا إلى حبنا للعرب باعتبارهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم. لكن هذا الحب لابد أن يكون منضبطا، لا يجوز أن ينقلب إلى قداسة. عندما ينقلب إلى قداسة فأنت تجاوزت الحد. نقطة ثانية أيضا، نحن نحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لأننا حتى نفهم اللغة، حتى نفهم كلام الله عز وجل، وحتى نفهم ديننا، فنحن نحب اللغة العربية ونتعلمها ونحن نعشقها، لا شك في ذلك يعني. لكن هذا لا يعني أن اللغة العربية مقدسة على لغة أخرى، وهذا لا يعني أنك تهتم باللغة العربية وتنسى لغتك الأم، هذا أبدا غير صحيح. حبي للغة العربية وعشقي للغة العربية هذا شيء، وحرصي على لغة الأم خصوصا نحن في زمن لغتنا مهددة بالانهيار والمحو. نعم بالضبط بالضبط. أيضا هنالك حديث عن الرسول سوف أقرأه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم أيضا لا يحتاج إلى إكماله، فهو حديث غير صحيح لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن معناه جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يشير في هذا الحديث أنه إذا وصلكم حديث، هذا الحديث لا تقبله عقولكم، تقشعر منه جلودكم، فاضربوا بهذا الحديث أو اعرضوه على القرآن. هذا كلام جميل، لكن لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع بمعنى مكذوب. بالضبط. كمن كتب الحديث الذي ذكرته: أحب العرب لثلاث. يقول إسماعيل بشكجي، دكتور إسماعيل بشكجي، هو كاتب تركي معروف، تركيا القومية. يقول: كنت أحضر إحدى خطب الجمعة في تركيا، فالإمام يقول: لا يدخل الجنة من لا يعرف التركية. فعندما خرجت رأيت أحد الأشخاص يبكي، فقلت له: لماذا تبكي؟ هل لأجل والدك الذي لا يعرف التركية؟ فقال الرجل على لسان أجل النبي الذي لا يعرف التركية. هذه قصة الله يذكره بالخير أبو طيار، بابي طيار أيضا مثلها في مقطع جميل، أعتقد قبل 16 أو 18 سنة يعني، في قصة معروفة اسمها بصوفي خلف. يعني عندما جاء إلى البيت وهو يبكي ويضرب جسمه، زوجته تقول له: ماذا بك يا صوفي خلف؟ فيقول لها الإمام في خطبة الجمعة يقول: من لا يعرف التركية لن يذهب إلى الجنة. فزوجته تقول: طيب لماذا تبكي؟ ما أنت الحمد لله تعرف اللغة التركية، فلماذا تبكي؟ قال: أنا لا أبكي على نفسي، أنا أبكي على نبي هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يعرف التركية. هذه القصة يعني سواء من المرحوم إسماعيل أو من بارك الله في عمره أبو طيار، يعني بابي طيار، يعني قصة تشير إليك كيف أن الناس استغلت كل مقدس من أجل الحفاظ على مكتسباتها. نحن لا ندعو إلى الاحتيال ولا ندعو إلى استغلال المقدسات، لكن هذا حق، وهذا الحق يجب أن يحافظ. فمحافظتنا على لغتنا الكردية وتعليمها لأولادنا واستمرارها فيما بيننا، هذا أمر حقيقة يجب الحفاظ عليه. ونقطة أخرى ربما أشير إليه أخي علي: نحن الكرد المغتربون يعني لابد أن ندق ناقوس الخطر. يعني الآن أبناؤنا أو عوائلنا أو أصدقاؤنا أهالينا
الموجودون في الوطن وعلى أرض كردستان المباركة بفضل الله عز وجل هم لا زالوا محافظين على اللغة ويتحدثون بها. نحن الذين جرت بنا المقادير ومن قدر الله عز وجل أننا شردنا في كل أرض وفي كل مكان. عوائلنا اليوم وخصوصا في دول أوروبا يعني عندنا عوائل، والجالية الكردية يعني تجاوزت 100,000 وال200,000 يعني، وربما أكثر. ربما الأرقام الذي قلتها صغيرة جدا يعني، خصوصا في ألمانيا والسويد. أكثر بكثير. تفضل. أكثر بكثير خصوصا في ألمانيا والسويد. يعني للأسف الشديد يعني أمام مغريات الحياة، أمام غياب أي جهد سياسي من الأحزاب السياسية أو من المنظمات الثقافية، وضعني أدخل بها أيضا ومن المرجعيات الدينية حتى لا نستثني منهم أحدا، في ظل غياب أي برنامج للحفاظ على اللغة الكردية. للأسف الشديد اللغة الكردية إلى الزوال ضمن أبناء الجالية المغتربة، ولا بد أن يدق ناقوس الخطر وأن يلتفت الأحزاب السياسية المنظمات الثقافية إلى هذه النقطة، وخصوصا أننا بفضل الله عز وجل ننعم في دول يعني لا تحاربنا في لغتنا كما كنا نحارب في بلدنا. نحن كنا في سوريا اللغة الكردية كانت محاربة وما كنا نستطيع النطق بها، حتى أستاذنا الكردي الذي كان يدرسنا الجغرافيا كان يقول لنا لا تحكي بالكردي، كردي ناخذة. فللأسف الشديد هذا كان موجودا، لكن بفضل الله عز وجل نحن نعيش في بلدان ننعم فيه بأمن، ننعم فيه بحرية. أكثر من ذلك أنا أعجبتني فكرة يعني وجدتها في المجتمع الذي أعيش فيه في النرويج أخي علي، لا أدري هل هذا الأمر موجود عندكم في ألمانيا أو ربما الإخوة المشاهدون كلهم حسب دولته. أنا مرة دعيت إلى اجتماع المدرسة، هذا الكلام قبل أكثر من 11 أو ربما 14 سنة في بدايات قدومنا إلى هذه البلدان. استدعيت إلى المدرسة، المدرسة لابني طلبت مني الاهتمام باللغة الكردية، وربما يعني أصدقائنا الذين يتابعونني كنت في مدينة نرويجية اسمها ستافنجر، ربما الأصدقاء الذين يستمعون إلي في ستافنجر يتذكرون هذه الحادثة، أنه لابد أن يكون ابني يحافظ على لغته الأم اللغة الكردية. وأتذكر وقتها أنهم عينوا له أستاذا لتعليم اللغة الكردية، وفي وقتها قبل 14-15 سنة المدرسة على حسابها طلبت من السويد كتبا لتدريس ابني اللغة الكردية. طبعا الفكرة كانت غريبة بالنسبة لي، سألت السبب يعني ما هو الداعي أو لماذا أنتم حريصون على تعلم ابني اللغة الأم؟ فقالوا لي إن براعة ابنك في اللغة الأم سيساعده في براعته في اللغة النرويجية. حقيقة هذا مفهوم كان غريب علي. فبفضل الله عز وجل نحن نعيش في بلدان فيها أمان وننعم بأمان وننعم بحرية يعني لا مثيل لها. أمام كل هذا للأسف لا يوجد لدينا أي برنامج لحماية هؤلاء العوائل وهذا الجيل النشء الذي سيكون في المستقبل هو الذي سيكون حامي حمى الكرد. أتمنى أن يلقى هذا الاقتراح آذانا صاغية من قبل المنظمات والأحزاب الكردية هنا في بلاد المهجر. سوف أقرأ لك على عجالة سلام المشاهدين. بداية الصوفي محمد عبده بعد السلام يسأل كيف نحصل على نسخة من كتاب الشيخ مرشد، وهل توجد كتب الشيخ مرشد في إقليم كردستان، علما أنه يقيم في إقليم كردستان؟ لا، علما أنه يقيم في إقليم كردستان هذا كلام غير صحيح. أنا أقيم في المملكة النرويجية. لا العفو دكتور صوفي محمد عبده مقيم في إقليم كردستان. للأسف هو مقيم في كردستان كلها عندي أكثر من كتاب كلها مطبوع وعلى الإنترنت يعني عبر موقعي خزنوي.net يستطيع قراءة هذا الكتاب. نعم صوفي محمد خزنوي.net تستطيع على الإنترنت أن تقرأ. أيضا شبين وأحمد السالم ويوسف شيخي، حسن حامد، بشير، عز الدين العمو، محمود عبد الله كولو، ياسر
تعلو ومروان شيخو وأحمد شاهين جميعهم، و أبو الدرداء الرماكي جميعهم يسلمون عليك. أعزائي المشاهدين، لا أستطيع توجيه أسئلة، هم لديهم أسئلة كثيرة، ولكن الدكتور مرشد أعلم بأن وقته ضيق، سوف يذهب إلى صلاة التراويح، أليس كذلك؟ عندي تكتفي صلاة بهذا التراويح، القدر. نعم نحن متأخرين في قضية صلاة التراويح في النرويج، لكن أنا ممكن أبقى 5 دقائق ليس أكثر من ذلك. سلامنا لجميع الأصدقاء الذين قرأت أسماءهم والذين لم تقرأ أسماءهم، سلامنا لهم جميعا. نتمنى من الله عز وجل لهم الصحة والعافية والتوفيق والسداد والنجاح في الدين والدنيا. زور سباس شيخ، لك جزيل الشكر لقبول هذه الدعوة. أتمنى لك العمر المديد. شكرا لك ولجميع